طيب انا عايز ابدا الحلقه دي بسؤال بسيط جدا. السؤال ده لا اما انتوا تجاوبوني عليه لا اما انا اجاوبكم عليه دلوقتي ونخلص. ليه في السينما المصريه في اخر مثلا مفيش فيلم كوميدي بيطلع كويس، وكل الافلام الكوميديه هي عباره عن استخفاف بعقل المشاهد؟ انا مش طالع اشتم في فيلم مرعي البريمو ولا طالع اقول ان هو فيلم سيء ولا حاجه، لان انت لو اتفرجت على الفيلم ده فعلا هتلاقي ان هو فيلم سيء او فيلم مكرر في الكوميديا. فيلم الكوميديا بتاعته تقدر تقول كده ان هي من الخمسينات مثلا. لو انت شخص كنت عايش في الخمسينات ممكن تضحك، لكن دلوقتي كوميديا ما تضحكش. بعض الافيهات تضحك وبعض الممثلين تضحك، ولكن الفيلم ككل ما عجبنيش. ممكن يعجب البعض، دي وجهة نظر شخصية. ان الفيلم ما عجبنيش دي وجهة نظر شخصية، مش شرط ان وجهة نظري الشخصية تكون زي وجهة نظرك، ولكن انا بتكلم من الجانب الفني للفيلم. فعلا الفيلم كان فيلم سيء جدا. غير بقى فيلم مرعي البريمو، تعالى نركنه على جنب شويه كده ونجيله تاني بعد شويه. الافلام الكوميديه اللي بتتعمل في السنين الاخيره دي ليه افلام سيئه، او لو مش افلام سيئه بتكون مش تحت تصنيف كوميدي، او بيكون الفيلم شويه اجتماعي وشويه مواقف اللي هي بتعتمد على كوميديا الموقف، فبيبقى فيلم معاك كوميدي. بس بصراحه انا شايفه برضو مش تصنيفه كوميدي. مش هنسمي افلام، ولكن كل الافلام دي معروفه اكيد يعني. واللي نقل بقى الناس من حته الاستخفاف، لان كان في استخفاف برضو في الكوميديا في فتره من الفترات. الجيل بقى الجديد اللي جه اللي منهم محمد هنيدي عمل طفره في الكوميديا وخلانا نشوف فيلم كوميدي كويس معاه موضوع كويس. هو دلوقتي اللي بيعمل فيلم زي مرعي البريمو. فيلم فنيا مش متكامل خالص. من حيث القصة انا مش لاقي له قصة، مش عارف املك القصة بتاعته، مش قادر اعرف الفيلم ده بيتكلم عن ايه بالظبط. شوية مواقف متركبة في بعضها كونت لنا فيلم مدته ساعة وشوية ولا ساعتين. شوية مواقف متركبة في بعض كونت لنا فيلم بالشكل دوت. لكن انك انت تيجي تمسك قصة الفيلم مش هتلاقي للقصة مالكة ان انت تقول مثلا الفيلم ده احداثه بتدور عن كذا كذا كذا. لا، ده فيه كذا حاجة. موضوع الالماظ اللي بيدوروا عليه وموضوع اهل محمد هنيدي كذا فكره في بعض. انا مش فاهم الفيلم بيتكلم عن ايه. في تشتت وانا بتفرج على الفيلم فعلا. ولكن على مستوى تصوير الفيلم فالتصوير كان حلو، بس التصوير مش كل حاجه. يعني انا كلفت خاطري ونزلت من البيت رايح اتفرج على فيلم يكون متكامل. المناظر طبعا والسينما بتعتمد على المناظر وعلى الكلوزات وعلى الحاجات الحلوه دي كلها، انا ما قلتش حاجه. ولكن برضو مع ده الهدف الاساسي من تقديم فيلم هو قصة الفيلم ذات نفسها. بتتكلم عن ايه، الفيلم بيحكي عن ايه وعايز يقول ايه. في فيلم مرعي البريمو انا مش عارف الفيلم عايز يحكي عن ايه بالظبط. الحاجة اللي مضايقاني انا بقى اللي انا اضطريت اخش الفيلم ده الاول عشان محمد هنيدي وعد الجمهور بان الفيلم ده هيكون فيلم زي صعيدي في الجامعة الامريكية وزي الافلام بتاعته اللي قبل كده اللي حققت نجاح كبير. طبعا انا ما عنديش اي خلاف على محمد هنيدي كممثل كوميدي. هو اول واحد غير مدرسة الكوميديا في مصر وخلى الكوميديا بالشكل الحالي. عمل افلام كتير اثرت في طفولتنا زي همام في امستردام وزي صعيدي في الجامعة الامريكية. طبعا مش هنمس الافلام دي خالص. لكن مرعي البريمو بعد ما محمد هنيدي وعد بيه الجمهور المفروض ان هو يكون فيلم كويس. يعني انا مش عارف هل محمد هنيدي لما وعد الجمهور دي كانت حركة تسويقية عشان الناس تخش الفيلم خلاص وتتصدم في الاخر ان الفيلم وحش، ولا الحساب بتاع محمد هنيدي اتهكر في اللحظه دي؟ اصل انا مش لاقي مبرر واضح ان في ممثل يوعد الجمهور بفيلم، لان مفيش فيلم مضمون قوي بصراحه. حتى وانت بتصور الفيلم انت بتبقاش ضامن الفيلم ده ان هيعجب الذوق العام ولا مش هيعجب الذوق العام. انت بتنزل الفيلم وبتتكل على الله. الفيلم حقق نجاح وجاب صدى عند الجمهور. صدى، انا ايه الكلام التقيل اللي بقوله ده؟ وجاب رد فعل عند الجمهور كويس. ماشي كويس تمام. ما جابش رد فعل عند الجمهور كويس يبقى انت ما وعدتش حد بحاجه. ودي الحاجه اللي مضايقاني شويه في الفيلم بصراحه. ان انا داخل الفيلم وعايز اضحك ومستعد للضحك وقايل ان خلاص انا محمد هنيدي اكيد منزل بوست زي ده، راجل خبره قد كده في السينما، اكيد عارف ان الفيلم ده حلو وهيطلع حلو. فانا داخل اللي انا اشوف فيلم بيضحك فعلا. ولكن ما لقيتش ده. ما لقيتش قصة كويسة. لقيت افيهات مكررة وقديمة، الا طبعا بعض الافيهات اللي ضحكت منها في بعض الاحيان خصوصا في بداية الفيلم. ولكن فيلم مرعي البريمو ككل ما كانش فيلم بصراحة جيد. ما كانش فيلم حلو ان انا اتفرج عليه. انتوا ممكن تتفرجوا على الفيلم ده ويكون ليكوا رأي تاني عادي جدا. اداء الممثلين في الفيلم ده، الممثلين كلهم هم حاولوا ان هم يجتهدوا ان هم يطلعوا كل اللي عندهم عشان يدوا للفيلم ده. ولكن
المشكلة زي ما قلت من شوية ان قصة الفيلم ذات نفسها هي مش مساعدة اي ممثل ان هو يبدع اكتر من كده. مصطفى ابو سريع ومحمد هنيدي هما كانوا اكتر جنبين كوميديين في الفيلم المفروض. ومصطفى ابو سريع بصراحة انا بشوفه ان هو بيضحك بالفطرة، يعني هو مجرد ما يقول اي كلمة كده انت هتضحك منه. ليه؟ هو عنده تكنيك خاص بيه. ولكن برضو لما برجع تاني افتكر بقول طب هو الفيلم بيتكلم عن ايه اصلا، فبلاقي نفسي تهت ومش عارف الفيلم بيتكلم عن ايه ومش عارف امسك له خيط. في طبعا افيهات مكرره، محمد هنيدي بيقعد يتريق على افلامه اللي قبل كده ومنهم صعيدي في الجامعه الامريكيه، وده شفناه في التريلر، يعني دي مش حاجه انا بحرقها ولا حاجه في الفيلم عشان اللي ناوي يخش الفيلم يعني يخشه عادي. ولكن بعد وعد محمد هنيدي للجمهور ده انا كنت اتمنى ان اشوف فيلم افضل من مرعي البريمو بكتير جدا. واتمنى الفتره الجايه يكون السينما المصريه فيها فعلا افلام كوميديه بتضحك وبتقدم مضمون كويس. وكوميدي يعني بتضحك، وعايزك تركز جدا على كلمة بتضحك دي. يعني في الغالب الناس ما بتستناش ان هي تشوف مورال من اي فيلم كوميدي، بتستنى الضحك مش اكتر. ولكن الضحك في فيلم مرعي البريمو كان شبه معدوم بصراحة، او معدوم ممكن نقول. كام افيه بس هما اللي بيضحكوا وباقي الفيلم ما بيضحكش. وبس كده اعزائي المشاهدين، لو حد منكم دخل الفيلم ده يكتب لنا تحت في الكومنتات ويقول لنا رأيه ايه في الفيلم. كده تكون انتهت حلقة النهاردة، وسلام.